السلام عليكم. النهارده هعمل لكم صينيه تورلي، يعني خضار باللحمه تحفه جدا. ممكن تحطيه في طاجن، ممكن تحطيه في بايركس، في صينيه، اي حاجه، ولكن هيطلع معاكي حلو قوي. هقولك على تركايه هتحلي معاكي احلى طاجن تورلي. معايا خضار مشكل: بطاطس، بسله، فاصوليا، كوسه، جزر، فلفل اخضر، اي خضار انت عايزاه. معايا كوبايتين من شوربه اللحمه دسمه وحاطه في الشوربه ماسوره. معايا طبعا كيلو من اللحمة او كيلو شوية زي ما انت عايزة. 2 كوب طماطم معصورة مصفية، فلفل احمر، 3 فصوص توم مفروم، 2 معلقة كبيرة من الصلصة. معايا ملح، فلفل اسود، بهارات، وطبعا معايا بصلة كبيرة متقطعة قطع صغيرة على ايدي، مش في مكنة ولا اي حاجة، بتدي طعم حلو. وهقولك على التركة: معايا سمنة على زيت ومعلقتين كبار من السكر. دلوقتي اللحمة معايا بتكون مسلوقة 3/4 سوا، اي قطعة لحمة انتي تحبيها. انا هنا معايا جزء من العرق التربيانكو، طبعا واخداه 3/4 سوا على النار علشان يسهل معايا الدنيا. طبعا مسكت اللحمة حمرتها كويس جدا على النار على بال لما ادعك البصلة اللي بالملح والفلفل الاسود، بتدي طعم حلو قوي. ما بحمرش البصلة الاول، لا، لما بتحطيها ني في ني بتكون حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين حمرت اللحمة تحميرة حلوة جدا في شوية الزيت وشوية السمنة البلدي، ويدوا نفس حلو قوي للخضار. بعد ما بشوح اللحمة، طبعا اللحمة بتنزل بالعصارة بتاعتها، وزي ما قلت لك انا دعكت البصلة بالملح والفلفل الاسود، يعني ني في ني، بتدي طعم حلو جدا. جربي التركة دي وهتعجبك. ونزلت ب3 فصوص الثوم المهروسين، وهنزل بمعلقتين الصلصة ومعلقة السكر، وكل ده بشوحه على نار عالية. وبعد كده نزلت بكوبايتين الطماطم المعصورين المتصفيين كويس. كل ده الخضار بيتشرب زي ما انتوا شايفين، ابتدى الخضار يشكشك معايا. وبعد كده هنزل بكوبايتين شوربة اللحمة. وطبعا اللحمة دي الشوربة بتاعتها انا حاطة معاها ماسورة، عشان انتوا عارفين عرق التربيانكو ما بينزلش شوربة قوي، فطعمتها بالماسورة. خلاص هبتدي احطه يا في طاجن يا اما بايركس، وهدخله الفرن. وطبعا بغطيه بورق فويل. زي ما انتوا شايفين اللحمه معايا هنا متحمره، يعني انا عايزه الخضار بس هو اللي يستوي، ومش هسويه قوي، يعني مش يتهري مني في الفرن. وطبعا مولعه الفرن على درجه حراره 180، بياخد حوالي ساعه في الفرن. وبغطيه بورق فويل علشان يستوي كويس. زي ما انتوا شايفين حطيت تحتيه صينيه علشان اعرف اتحكم واعرف اشيل البايركس، علشان لو هو كده مش هعرف اشيله لوحده. فحطيت تحتيه صينيه علشان لو فار مني حصل حاجه يكون تحتيه صينيه. زي ما انتوا شايفين بحط شوكه بعد ساعه، لو الشوكه دخلت في الخضار يبقى خلاص استوى. ما تخليش الخضار يتهري منك، لان حلاوه الخضار لما يكون بيدي قرشه. زي ما انتوا شايفين احلى لحمه، احلى خضار، احلى تورلي هتاكليه. زي ما انت شايفه هعمل كمان جنبه رز بالشعريه وهيكون حلو قوي. اللحمه هنا مستويه معايا ومتحمره. خلي بالك تركة البصلة الني في ني بتديها ريحة وطعم حلو جدا. جربي طريقة التورلي بتاعي طاجن اللحمة بالخضار. اعملي لايك وفعلي الجرس واستنيني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.